عقيلة راتب. الاسم الحقيقي كان كاملة محمد شاكر. اتولدت في الجمالية سنة 1916. بدأت في الثلاثينات كمطربة وممثلة مسرحية، اشتغلت بفرقة علي الكسار وعزيز عيد، وبعدين اشتركت في السينما. مثلت أفلام كتيرة جدا، حوالي 60 فيلم، منها القاهرة 30 وعائلة زيزي والبعض يذهب للمأذون مرتين. وفي آخر أيامها بتمثل فيلم المنحوس مع محمد عوض، فقدت بصرها في أواخر الفيلم، وأصرت إن تكمل الفيلم بدون نظر، بتوجيهات من المخرج والممثلين اللي حواليها، وبعدين اعتزلت. اتجوزت مرة واحدة بس في حياتها من المطرب حامد مرسي. هو مطرب وممثل كان يعني، وليه أعمال كويسة. ده كله مش مهم، ده كله معروف. اللي مش معروف بقى سيرتها العطرة. تخيلوا عقيلة راتب دي عمرها ما عملت حاجة غلط، ولا الوسط الفني مسك عليها نقطة واحدة وحشة. وكانت قدوة حسنة لكل الممثلات اللي في جيلها واللي بعد جيلها واللي قبل جيلها. الله يرحمها، كانت تقية جدا، وكانت بتقوم بدور الأم على أحسن ما يكون. فعلا فنانات الزمن الجميل دول ينطبق على عقيلة راتب دي. اتجوزت مرة واحدة وخلفت بنت واحدة، وبنتها خلفت واحد، واتجوز رانيا فريد شوقي، بنت فريد شوقي. ده جدته يبقى عائلة راتب. بقول لك مفيش حد مسك عليها غلطة. انضباط في المواعيد، وانضباط في الأخلاق، وانضباط في القيم، وفعلا ممثلة من الزمن الجميل. ده اللي ينطبق عليه من الزمن الجميل. تحية ليكي وألف رحمة عليكي يا عقيلة راتب، يا كاملة. فعلا اسمك على مسمى، اسمك كاملة، وانت فعلا كاملة. كاملة محمد شاكر ماتت سنة 1999. الله يرحمك ويرحم كل فنانة ملتزمة زيكي. يا ريت كانوا الفنانين كلهم ملتزمين زيكي، يقدموا بس الفن للفن ويدونا قيم واخلاق. انما دلوقتي مفيش داعي للكلام. لو كنت تحبوا سيرتها العطرة اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان ننشر الناس الكويسة اللي كانت في الفن دي. يلا، السلام عليكم.